مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. ونزالوا في فعاليات هذه التغطية المستمرة والمباشرة للعاصمة وأهم ما يدور فيها، تطورات المشهد السياسي في مصر. كذلك إذا عرجنا على أحداث محلية وعربية وعالمية. الموضوع الآن عن طلاب جامعات مصر. الحركة الطلابية في مصر حركة لها تاريخ كبير جدا في مصر، الحركة الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقلال التام أو الموت الزؤام على مدار التاريخ المصري. ولم يكن غريبا أن يقول المؤرخ الفرنسي وارتر لاكير: لم يلعب الطلاب دورا في الحركة الوطنية مثل الدور الذي لعبه الطلاب في مصر. أنا لم أكن أعلم هذه المقولة، لكن على الأقل سوف نناقشها الآن. إلى أين وصل وضع التعليم الجامعي في مصر؟ هل هناك محاولة لإخوانة الجامعات المصرية؟ هل هناك محاولة لسيطرة فصيل وتيار معين على الأمور داخل الجامعة؟ ما هي حقيقة ما جرى في انتخابات اتحاد طلاب مصر والأزمة الأخيرة؟ كل ذلك سوف نتعرف عليه من خلال ضيفين يسعدني أن أرحب بهما هنا معي في الاستوديو: هشام أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، محمد مصطفى بدران رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها. 3 مرات ورا بعض، مظبوط؟ أهلا بيكم. ودي يعني فرصة جميلة ان احنا نتكلم عن جامعات مصر وعن اتحاد طلاب جامعات مصر من خلال 2 من الشباب. دايما احنا بنستضيف ناس بنتكلم عن اصلاح منظومة التعليم وخبراء تعليم لكن يمكن ان انتوا تتكلموا بقى عن اللي بيحصل جوه الجامعة، عن الاحداث دي، لان احنا اتكلمنا على اخوانة حاجات كتير ومنها يعني اتحاد الطلاب او الجامعات في مصر. لكن انا عايز اشوف ده بعيونكم انتم شايفين الموضوع ازاي. هل كلمة الاخوانة دي فعلا معروفة عندكم ولا لا؟ ابتدي بهشام اشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، رئيس اتحاد طلاب الجامعة كلها بمختلف كلياتها. هشام، عايز افهم اتحاد الطلبة الاول في جامعة القاهرة هل مؤثر في اوضاع الجامعة؟ يعني اتحاد الطلبة، قول لنا، اشرح لي الاول ايه اهميته، يعني عشان نقدر نعرف مدى وزنه الحقيقي، واذا كان حد عايز بيخونه ليه اساس، ايه اهميته؟ تمام. الطلاب نفسهم في مصر كلها كانت قبل الثوره ما كانش ليهم الحق ان هم يتكلموا في اي حاجه، سواء كان طلاب او غير طلاب. كانت الحياه السياسيه كلها مقصوره على فصيل معين، هو الحزب الوطني، اللي هو يتكلم في كل حاجه، سواء خاصه بالطلاب، خاصه بالاقتصاد، خاصه بالسياسه، خاصه باي حاجه، ما كانش اي حد بيتكلم فيها. بس فالطلاب نفسهم في البلد فهم ليهم دور. يمكن هو دوت اللي مخوف النظام اللي بيحكم البلد، سواء كان حزب وطني او كان الاخوان المسلمين. فده بيخوفهم من الحركه الطلابيه نفسها. هي مؤثره، هي يعني تعتبر مؤشر اللي بيحصل في البلد، بينتج من الطلاب. لان يعني بتتكلم عن الناس هي اللي هتقود البلد بعد كده، بتتكلم عن الجيل اللي هو هيطلع يمسك البلد، اذا ايا كان الجيل اللي حاكم دلوقتي فهو بس تاثيره النهارده ايه يا هشام؟ يعني النهارده هل بيقوم بدور فاعل؟ هو طالما جوه اسوار الجامعه بيقوم بدور طلابي، بتاثر في الطلاب زمايلك، مظبوط؟ ولا في الحركه الوطنيه كلها؟ اللي عملوا الثوره هم طلاب وشباب. فبتتكلم عن ثوره 25 يناير اللي عملها كلها ما كانوش ناس كبار، كانوا كلهم ناس شباب وصغيرين، وكان اغلبهم في ناس كتير جدا من الطلاب فيهم. يمكن ما كانش فكره ان اتحاد الطلاب يظهر ان هو بيشارك في حاجه زي كده، بس كانت على ان كان طلاب الجامعه كانوا مشاركين في كلام زي دوت. طلاب كتير من الجامعه، مش شرط جامعه القاهره، كان جامعات كتير في القاهره الكبرى يعني. طيب، انا لما بنتكلم عن القاهره الكبرى اروح لبنها بقى. محمد مصطفى بدران، الاول انا عايز اسال، انتوا عندكم انتماءات سياسيه ولا لا؟ يعني معنى انتم، هل كاشخاص، بسال عنكم انتوا الاثنين. محمد، هل تنتمي الى حزب ما او حركه سياسيه ما؟ لا، مستقل تماما، يعني ما عندكش رؤى سياسيه لا حتى ناصريه مثلا، او رؤى سياسيه تابعه لحزب معين؟ يعني لا، احنا لينا اراء سياسيه اكيد، ولينا توجهات سياسيه ولينا ايديولوجيات، بس احنا داخل الجامعه منفصلين تماما عن اي رؤيه سياسيه. انا مش منتمي للحزب، بس حتى لو بعضنا من زملائي منتمي للحزب، احنا داخل الجامعه متفقين على خلع الرداءات الحزبيه والعباءات والتفرغ لمصلحه الطالب اولا. هو ده الهدف الاساسي لاتحاد طلاب. طب انا عايز اعرف برضه من هشام، انت هل بتضطر تخلع عباءه حزبيه معينه؟ هل تنتمي الى حركه سياسيه؟ انا جوه الجامعه وبره الجامعه ماليش انتماء سياسي اصلا خالص. بس ليا فكره ان لازم يكون عندي راي سياسي. انا لازم انمي نفسي يعني انا كان من ضمن برنامجي في الانتخابات بتاع الجامعه بتاعتي ان انا ازاي الطالب يكون عنده راي سياسي مستقل، ازاي ان انا اقدم خدمات وانا اقدم ادوات واقدم معسكرات. ما عندكش اي انتماء سياسي؟ لا، ماليش اي انتماء سياسي. محمد مصطفى بدران، انت رئيس اتحاد طلاب جامعه بنها. تمام. جامعه بنها تابعه كانت زمان جامعه الزقازيق واتغيرت الكلام. استقليتوا من الزقازيق. طيب،
وأنت بتمثل شريحة أي نعم في نطاق القاهرة الكبرى، لكن هي إلى حد ما نستطيع أن نقول إنها شريحة قد تمثل جانب من الريف وجانب من الأقاليم بشكل ما. هل بتعتقد أنكم أكثر تأثيرا أو أكثر ترابطا داخل جامعة بنها؟ الحقيقه ان جامعه بنها بتختلفش كتير عن باقي الجامعات، هي يمكن حضرتك قلت فيها بس بعض الريفيه او بعض الدور الاقليمي لانها جامعه اقليميه. زينا زي جامعه القاهره زي جامعه عين شمس، الطلاب داخل الجامعه اليوم اراء سياسيه واليوم اختلافات في وجهات النظر. بيحاول اتحاد الطلاب ان هو ما يخشش داخل هذه التنافس السياسي بينهم، بيحاول انه يكون بره ويحاول انه ينظم العمليه السياسيه. نحن لا نجرم العمليه السياسيه داخل الجامعات، ولكن نسعى لتنظيمها انها تكون بشكل محترم، بشكل متوازي بين جميع القوى السياسيه. نرفض تماما اي سيطره لتيار سياسي على الاخر داخل الجامعه. بس احنا مع ممارسه السياسه داخل الجامعه عشان تطلع طلاب قادرين على القياده في المستقبل. ما هو ده السؤال، انا كنت عايز افهم هل في الجامعات التي تضم قوى اقليميه، يعني القاهره لما نيجي نصنفها هتلاقي ان مفيش اتجاهات معينه، هناك كل الاتجاهات موجوده جوه جامعه القاهره وليس بينهم ترابط. يمكن الاقاليم المساله تبدو مختلفه. هل اتحاد الطلاب اكثر تاثيرا في الجامعات الاقليميه؟ ما اعتقدش اكثر تاثيرا، هو نفس التاثير تماما في كل الجامعات. وده بيرجع الى قوه الاتحاد. اتحاد الطلاب هو ممثل طلاب ممثلين لطلاب الجامعه. المنظومه الطلابيه عندها فيها 3 محاور: قضايا التدريس باداره الجامعه، والعاملين بالجامعه، والطلاب اللي بيمثلون اتحاد الطلاب. اذا لم يكن هناك توافق بين الثلاث اضلاع لن يكون هناك اتحاد طلاب قوي. طيب اسالك عن قضايا التدريس. اولا هل منظومه التعليم الجامعي، يعني انت في سنه ثالثه ولا رابعه دلوقتي؟ بكالوريوس بالتوفيق ان شاء الله. خلال السنوات الماضيه هل هناك اولا تحسن؟ هل انتم راضون عن العمليه التعليميه؟ من يقوم بالتدريس في الجامعه؟ هل بتقدروا تحسوا انكم على نفس مستوى الكفاءات المفروض تكون في جامعات اخرى وانت في جامعه بنها؟ هو ما نقدرش نقول في تحسن ملحوظ لان ما فيش تغيير ملحوظ. يمكن تغيير ببطء شديد. قضايا التدريس هم اساتذتنا يكون كل احترام وتقدير، ولكن في بعضهم بيحاول انه يخرج عن سلوك الاستاذ، بيخذلنا فيه. يعني ما بنشوفش فيه الاستاذ المفروض القدوه الحسنه اللي بنتبعها، وبنحاول ان احنا نسعى الى الامتثال ليها، ولكن بيخرجوا احيانا، فده بيصير استياء جميع الطلاب. جوه كل طالب بيشوف استاذه بوجهه نظره برؤيه معينه. بنحترم اساتذتنا اللي بيقدرونا، اللي بيدونا فرصه نتكلم. قبل الثوره بعد الثوره، يمكن قبل الثوره كان في بعض الاساتذه تغيروا، قبل الثوره بعد الثوره حصل تغير في المواقف، فده بيسقط من نظر الطلاب. بيبقوا شايفين طبعا وعارفين زي ما قال هشام طلاب. انتوا شفتوا دكاتره واساتذه طبعا كانوا ينتمون الى الحزب الوطني والان مواقفهم متاخونه، نقدر نقول كده؟ لا مش متاخونه، لا التعامل مع الطلاب زي ما قال هشام زميلي ان الطلاب هم مفجري الثوره. هم القادرين على احداث الثوره في اي وقت، هم كانوا بيعتصموا، هم اللي كانوا بيطالبوا باقاله العمداء او اقاله. فبدا يحصل تغير في بعض المواقف من بعض الاساتذه. يعني بقوا احسن ولا يعني سلبا ولا ايجابا؟ لا ايجابا. بيعملوا الطلبه احسن. بس مش تقديرهم للطلبه، مش عايز اقول اللي تخوفهم مثلا من اضطرابات داخل الجامعه، من قلق. ماشي، بس انت برضه بتقيس النيات كده. يعني لحد طبعا المواقف بتبقى باينه، مع اختلاف ان في بعض الاساتذه كانوا قبل الثوره وبعد الثوره بيدونا الحكم الحريه، بيدونا حريه مطلقه، بيخلونا نتكلم براحتنا، بيحترمونا بيقدرونا. دول ما زالوا في قلوبنا، بنحترمهم وبنعزهم كاساتذتنا ونتعلم منهم. يمكن جامعه بنها كان اكبر مثال يعني موجود حتى من زمايلي في جامعات مصر كلها. كنا بنحضر مجلس الجامعه وبنحضر مجلس تعليم الطلاب، صندوق التكافل الاجتماعي، لنا وضع داخل الجامعه اتحاد الطلاب بيكمل الحريه حتى رغم تدخل احيانا بسيط من امن الدوله. يعني مش جامعه كبيره عشان يخش كنت تدخل ساخر، بس كان في تدخل بسيط. كانت الاداره بتقف قدامهم، كانت بتحاول تدي للطلاب اكبر قدر من الحريه. عشان كده طلع واحد زي محمد مصطفى رئيس اتحاد قبل الثوره وبعد الثوره ما اتغيرش كتير نتيجه ان هو طالع من الاراده الطلابيه بحته. ما اتغيرش. محمد مصطفى ده محمد مصطفى بدران اللي هو انت كنت قبل الثوره وبعد الثوره تزال رئيس اتحاد طلاب جامعه بنها. طيب اسالك عن جامعه القاهره بقى، وكثيرون منا خريجين جامعه القاهره، جامعه فؤاد الاول سابقا يعني اعرق الجامعات المصريه. يمكن انتم ما تقدروش تقيسوا التعليم النهارده احسن ولا كان التعليم قبل كده، لكن دايما زي ما بنسمع انه
منظومه التعليم في انهيار، وان احنا دلوقتي ما حدش بيتعلم حاجه، وانه التعليم زمان كان احسن، والتواصل بين الاساتذه وبين الطلاب كان احسن، يمكن لطبيعه الحياه ولطبيعه الاعداد. لكن اقدر اسالك عن، وانت تمثل ليس نفسك فقط ولا تمثل اتحاد طلاب فقط، لكن تمثل جيل بالنسبه لي موجود في جامعه القاهره. هل انت راضي عن المنظومه التعليميه التي تصل اليك في النهايه؟ ككليه بتاعتي انا ولا كجامعه القاهره هتختلف؟ يعني كلمني عن كليتك، وانت في كليه تخطيط عمراني اعتقد. كليه تخطيط عمراني. وكلمني عن الجامعه، يعني لانك زي ما اقول لك انت في النهايه انت المنتج اللي بيقدر يمثل لي جيل في جامعه القاهره. تمام. هتكلمني ايضا عن تجاره وحقوق الكلام ده اللي بيوصل لك منهم، لكن كلمني عن كليتك بتجربه شخصيه، وكلمني عن جامعتك بتجربه انت خبرات انت بتجمعها من زملائك كلهم. تمام. عندنا في الجامعه في كليات عمليه وكليات نظريه زي اي جامعه. كليتي انا من الكليات العمليه، من الكليات اللي ما فيهاش كتب، عايز اوضحها، ما فيهاش ملازم، ما فيهاش زيها زي الكليات النظريه اللي في الجامعه عندنا. فهي كليه عمليه بحتيه. فدي كانت من المزايا اللي انا بعترف ان انا اتعلمت من حاجه زي كده، حته ان ما فيش كتب، وان ما فيش مقرر هيدولك في ايديك انك تذاكر منه، وانك ما تحضرش وانك ما تسمعش. دي حاجه بتفرق كتير. فكون ان في كليات زي تجاره وكليات زي حقوق وكليات زي اداب نسبه الحضور الطلاب فيها قليله جدا جدا. ده ناتج ان في يعني سوء عمليه اداره للتعليم، قد يكون ناتج من عدد الطلاب الكتير اللي فيها، معديه حاجه و50,000 طالب في كليه مثلا واحده زي تجاره. فدي يمكن عدد الدكاتره مش كافي لعدد الطلاب، يمكن الجامعه بتقبل عدد كبير جدا من الطلاب لا يتحمل المقدره بتاعتها. ايا كان سبب اللي بيحصل، ايا كان سبب يعني اللي مؤدي ان العدد كبير كده، بس دي من الحاجات اللي كانت مؤثره بالسلب في الجامعه عندنا. من الناس بتطلع في كليات كتير مش مؤهله لسوق العمل بره، نتيجه لعدد الطلاب الكتير على ضغط الدكاتره اللي موجود عندنا. تمام. اما الكليات العمليه اللي عندنا فدي كليات يعني في اغلب الكليات العمليه زي هندسه تخطيط عمراني، زي كليات طب، حاجات زي كده بيطلع منها ناس يعني نسبه كبيره جدا منها كفء ومؤهلين لسوق العمل الخارجي، الداخلي والخارجي بره مصر كمان. انت عارف جامعه القاهره كانت طول عمرها في ضمن التصنيف لاول 500 جامعه على مستوى العالم. هذا التصنيف خرجنا منه منذ سنوات، واصبحنا يعني ما بنتعدش على الخريطه الدوليه في التعليم، وده امر يعني لابد ان يعني هو مش بنرفعه احنا الحقيقه لحد من المسؤولين، لكن ده واقع ومحدش قدر يتعامل معاه لغايه النهارده. عشان كده قلت لك مش هتقدر تحكم انتم تتلقون تعليما جيدا حقيقيا مقارنه بما كان في المؤسسات المصريه التعليميه ولا لا، لانك لم تحضر ذلك، لكن تستطيع ان تقيموا ما هو وراء هذا من منتج تعليمي يصلكم. يعني انت شايف انك النهارده وانت خارج يمكن كليه تخطيط عمراني، احدى الكليات الحديثه حديثه العمر في جامعه القاهره، وبالتالي يعني من المفترض انها تكون كليه واعده، لكن لما نتكلم على جامعه كامله يعني اتمنى ان لسه الهندسه والطب يكون عندهم نفس المعايير اللي كنا بنخرج بيها الخريج بتاع زمان، ولو ان مش ده اللي بنسمعه، لكن اتمنى ان يكون بيحصل، حتى تكون معلوماتي خاطئه، اتمنى او المعلومات اللي الناس بتجيبها لي تكون خاطئه من هذه الجامعات. محمد مصطفى، هل انت راضي عن جوده التعليم الذي تتلقاه؟ مش ده كامل طبعا. او مش كليه تجاره. كليه تجاره. كليه التجاره الكليات النظريه اللي فيها ملازم واللي فيها كتب واللي فيها مذاكره واللي فيها دروس واللي فيها كل حاجه. واللي فيها المشكله ان هي عدد كبير جدا. عدد كبير جدا فبيقل الجوده طبيعي. خصوصا كليه التجاره من الكليات على مستوى جامعات مصر ان الجوده فيها من اقل الكليات عشان العدد الكبير، فالدكتور بياخد فتره اكبر في الشرح وبياخد مجهود اكبر، والاستيعاب بيبقى اقل من الطالب، والمكان بيبقى زحمه والطلبه قاعده كتير وفي كتب كتيره وكبيره. الدكتور فعلا بياخد مجهود جامد في الشرح، يعني انت بتحس انه عايز يوصل المعلومه؟ اساتذتنا في كتير من اساتذتنا بيحاولوا يوصلوا، في كتير ما بيحاولوش يوصلوا او بيستسهلوا يعني. لكن الطالب هو بيبقى في الاخر قدام كتب ومراجع واقتصاد واحصاء ومحاسبه، لازم يلجأ المذكرات الاسهل عشان الوقت وعشان كان عندنا مشاكل احيانا على تسريب بعض الامتحانات والدروس وما اعرفش ايه. هل لمستم حاجه من كده؟ انا بسال سواء في القاهره او في بنها، هل مررتم بتجربه شخصيه فيها نوع من المحاباه للبعض او نوع من تسريب الامتحانات او حاجه زي كده؟ على المستوى الشخصي لما قابل جامعه القاهره. لا جامعه القاهره. كان في حاجه زي كده في بنها؟ لا، ممكن تكون حاله فرديه او اتنين. بس انما لا ترتقي لكونها حصلت حاجه ظاهره. لا. طيب اعود لهشام اشرف. هشام، اسالك عن اخوانه اتحاد الطلاب. تمام. ماذا يعني بالنسبه لك موضوع الاخوانه؟ لانه اتحادات الطلاب
طول عمرها الحقيقه الاخوان كانوا بياخدوا فيها مقاعد، يعني حتى قبل الثوره بسنوات كانوا بيحصلوا على مقاعد، وده عن طريق الانتخابات، عن طريق الصندوق زي ما بيسموه. النهارده اعتقد الانتخابات اللي فاتت مش ده اللي حصل فيها. الاخوان المسلمين مقاعدهم تراجعت جدا عن ذي قبل، عن حتى قبل الثوره. تمام. ايه بقى حكايه الاخوانه؟ ما هم اساسا تواجدهم اقل. ليه انتوا اولا شايفين في اخوانه ولا لا؟ واذا كنتوا شايفين فليه بتقولوا كده؟ تمام. هي الاخوانه في حد ذاتها هي موجوده في كتير من مصر بتحصل يعني. بس كجون جوه الجامعه، فطلاب جامعه الاخوان المسلمين ما هو لازم يكونوا متواجدين جوه الجامعه يعني. تمام. بس هم ككليات بلفظ اخوانه، هي عدد طلاب فيها قد يكون كليات فيها عدد طلاب كتير فيها من الاخوان المسلمين، فقدروا ان هم يحصدوا مثلا مقعد اتحاد طلاب كليه ما. بس هم مش بالاغلبيه اللي جوه جامعه القاهره ان هم يمسكوا جامعه القاهره، فكانوا بالاقليه ما وصلش عددهم ان هم يعدوا الرقم اللي هم يقدروا يمسكوا بيه الجامعه. بالتالي ما مسكوش جامعه القاهره عندنا، ده بالنسبه لجامعه القاهره. فحته اخوانه الجامعه عندنا فهي ما كانتش قبل كده، حتى من بعد الثوره ثالث سنه انتخابات بعد الثوره ما مسكوش فيها حاجه يعني. حتى السنه اللي فاتت واللي قبليها ما كانوش اخوان اللي ماسكين الكليه الجامعه عندنا. طيب انا لدي بيان عن ازمه انتخابات اتحاد طلاب مصر. بيقول: حمل طلاب الجامعيون المنتمون لجماعه الاخوان المسلمين مستشاري وزاره التعليم العالي القائمين بالاشراف على انتخابات اتحاد طلاب مصر مسؤوليه ما كان من تعطيل للانتخابات، مؤكدين ان اصرار المشرفين على اجراء الانتخابات بنظام 50% زائد 1 كان سببا في ذلك، لانه غير قانوني ومخالف للائحه، كما اعلنوا رفضهم لاي تاجيل لتلك الانتخابات. ممكن افهم اكثر منكم تفاصيل هذه الانتخابات؟ انتوا جرت عندكم الانتخابات في بنها، مظبوط؟ طيب المشكله فين بالظبط؟ قبل المشكله بس حابب اوجه رساله. اتفضل. مجلس اتحاد طلاب مصر مجلس مكون من رئيس ونائب رئيس كل اتحاد طلاب جامعه في مصر. يجتمع المجلس ليترشح فيه على منصب الرئيس احد اعضائنا، ثم على منصب النائب، ثم 7 من اعضاء المكتب التنفيذي. هؤلاء الطلاب باختلاف توجهاتهم السياسيه وانتماءاتهم ومعتقداتهم حتى الدينيه هم طلاب ممثلين مصر، انتخبوا انتخابات حره نزيهه من قواعد الطلاب. نرفض تماما جميعا باختلاف انتماءاتنا السياسيه والحزبيه والفكريه اي اهانه توجه اليهم. وده بوجه رساله لكل من حاول انه يتعامل مع ممثلين طلاب مصر باهانه، سواء بالفاظ يعني غير مسؤوله، سواء لا خليني افهم يا محمد. يعني انت بتوجه رساله بان الاهانه مرفوضه، الاهانه مرفوضه على كل المستويات. ايه اللي حصل عشان تعلن رفضك الاهانه؟ اللي حصل ان حسب اللائحه الطلابيه الجديده اللي اتغيرت من 1979 اول انتخاب اتحاد طلاب مصر تقوم على لائحه جديده كانت بدعوه من الوزير دكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي يوم 9/4 في معهد القضاء في حلوان الساعه 8 مساء. كان في لجنه مشكله من بعض التدريس من 3 ودخل ممثلين اتحاد طلاب مصر عشان يقوموا بعمليه الانتخاب. بتوجه ليهم من قيادات اللجنه بعضهم او قليل او يمكن فرد فيهم بعض الالفاظ اللي ما اسمحش بيها، زي متسولين، زي احنا ده اتقال في ايه؟ يعني هذه الالفاظ او الاهانات اتقالت في اي، يعني اتقالت في تصريحات صحفيه ولا وجها لوجه وجها لوجه في خطاب؟ حتى لو غير مقصوده. انا مش بقول هي مقصوده وان هي متعمده لاهانه طلاب مصر، بس حتى لو غير مقصوده يعني بنوجه رساله لسياده الوزير وكل القائمين على الوزاره ان اتحاد طلاب مصر لا نقبل تماما جميعا باختلاف بقى انتماءاتنا بتوحد على هذه الكلمه وهذه الفكره، لا اهانه لطلاب مصر وممثلين جموع الطلاب سواء باي لفظ سواء باي تصرف سواء حتى في مكان استضافه، ان يكون مكان استضافه اتحاد طلاب مصر غير لائق تماما بمعنى الكلمه، كلنا متفقين على ده. ان يكون التعامل معاهم بطريقه مش كويسه، فاحنا بنرفض تماما كجموع طلاب مصر هذه المعامله. طيب اسمح لي، يعني السؤال اللي كنت سأله لك لهشام، مشكله اتحاد طلاب مصر، عفوا مش اتحاد طلاب مصر، اتحاد طلاب الجامعات، ان احنا كان في مشكله للاخوان المسلمين بيقولوا ان نظام 50% زائد 1 ده نظام غير قانوني وترفضه اللائحه وانه هذا تاجيل للانتخابات. فين المشكله؟ اشرحها لي اكتر يا هشام. تمام. احنا زي ما قال زميلنا محمد بدران كانت انتخابات 9/4 يوم الثلاث اللي فات الساعه 8 بالليل. اتجمعنا كلنا في معهد اداره القضاء في حلوان، وكان في لجنه مشكله هي لجنه مشرفه على الانتخابات. كان في بعض المشاكل كنا اجمعنا عليها. اول مشكله ان كانش في اعلام اصلا موجود في المكان اللي كان فيه الانتخابات، ما كانش في اي حد خالص من الصحفيين ولا من الجرايد ولا من اي حاجه، فطلبنا ان يكون في اعلام
ده يعني قول برفض من لجنه الاشراف، قالت مش من حقكم ان انتوا تطالبوا بحاجه زي كده، دي حاجه وجبت يعني لجنه المشرفه هي يكون في اعلام، يعني يكون في صحافه، احنا نصور ده حدث يعني رئيس يعني انتخابات اتحاد طلاب مصر، يعني مش حاجه صغيره. انا في يعني هم جامعتي رافضين التواجد رافضين وجود الاعلامي، يكون اعلامي، في كاميرات وصحفيين يحضروا. رافضين. هم بيصوروا الكاميرات بتاعتهم، طب ما خلي اعلامي يصور، ليه قرارك انت اللي تصور يعني؟ ليه يكونش في ليك يكون في ليكوا انتوا بس التصوير؟ احنا ما نضمنكوش كمان يعني، مش عارف ان الفيديو دوت مش هيحصل فيه حاجه، يعني ممكن تحصل فيه حاجه الفيديو بتاعك بيتمنتج او حاجه، فليه ما يكونش فيه صحافه يكون فيه اعلام؟ يعني جامعه القاهره عندنا كانت هو مش مساله تصوير، هو مساله لماذا رفض التغطيه الصحفيه او الاعلاميه؟ بالزبط. يعني احنا مصر بنغطي فيها كل شيء، وفي قنوات تقوم على ده زي اون تي في لايف شغاله اكثر من 14 ساعه بث هواء ومفتوحه 24 ساعه عشان خاطر نتابع كل ما يحدث. ليه حدث في مصر وحدث زي ما انت بتقول الحقيقه مهم، يعني ده بيستوقف الواحد فعلا. لا يعني جامعه القاهره عندنا كانت انتخابات في القبه عندنا، انتخابات رئيس اتحاد جامعه القاهره، كانت قناه اون تي في عندهم كانت زايعه الانتخابات على الهواء ساعتين كاملين، بث مباشر من الانتخابات عندنا، ما كانش فيه اي قلق، وكان كل الصحفيين موجودين جوه القبه عندنا، وما كانش فيه اي مشكله، والناس كلها كانت عمليه كانت منضبطه كمان. بس فالدول كان اول حاجه اثرت يعني ليه ما يكونش فيه اعلام، دي كانت اول مشكله. تاني مشكله حته اللجنه نفسها كانت غير قادره على الاشراف نفسها وعلى اداره العمليه الانتخابيه، زي ما قال زميلي برضو محمد مصطفى بدران ان كان رئيس معهد اعداد القاده كان موجود من اللجنه المشرفه، وبرضو يعني قال لفظ ما ينفعش يقال، قال احنا عملنا لكم مقر لاتحاد الطلاب عندنا في المعهد هنا بعد ما كنتم متسولين ما لكمش مكان يلمكم، يعني لفظ حتى كان يقولوا بطريقه احسن من كده، يعني عمل مقر لينا. طب يعني عرفنا يعني يقال بطريقه يعني احسن من كده شويه، يعني ايه كنتم متسولين مالكوش مكان يلمكم فعملنا لكم مقر عندنا في المعهد؟ بس فدي حاجه برضه ثانيه يعني قبلت من اعتراض من الناس كلها اللي موجوده، ما ينفعش حد يعني كمان واحد رئيس معهد اعداد قاده، يعني انت واحد المفروض بيطلع اجيال يعني. طيب يعني خلينا نتجاوز عن ما قالوا رغم انه مرفوض، لكن انا عايز اعرف ايه المشكلات التي ثارت في موضوع الانتخابات وتأجيلها. تمام. ثالث مشكله او مشكله الاعلام، ثاني مشكله اللجنه المشرفه، ثالث مشكله كان فيها خلاف بين قسمت ساعتها الطلاب كلها بين المشكله ديت، وهي ان اللائحه نفسها بند انتخابات اتحاد طلاب مصر ما كانش مفصل انتخابات تقام ازاي، كان قال ينتخب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه من بين اعضاء او رؤساء ومساعدين كل جامعات مصر، ما كانش مفصل يعني تجرى الانتخابات على نظام الاكثريه ولا نظام 500 زائد واحد، وديت كانت هنا الخلاف. كان في بعض طلاب جامعه الاخوان المسلمين كانوا عايزينها تمشي بنظام الاكثريه، واحنا قلنا تمشي زي العرف اللي سائد في البلد 500 زائد واحد، ليه اشمعنى دي اكثريه؟ بس فرجعنا ساعتها ان اللائحه كانت ذكرت في انتخابات رئيس اتحاد الكليه ان تكون 500 زائد واحد، اما في انتخابات الجامعه قالت اكثريه. جت في اتحاد مصر ما ذكرتش حاجه وسابتها مفتوحه للي يفسرها زي ما عايز يفسرها. فهنا كانت بدات النقاش، وقلنا ان اللجنه تفصل، اللجنه ما عجبهاش كلام، يعني الناس ما عجبتهاش كلام اللجنه، وبدات اللجنه يحصل فيه اضراب واعتصام وناس قاعده تزعق وناس هرجله على المنصه وناس كسرت الصندوق بتاع الانتخابات نفسه اثناء كلامهم ان هم هيعتصموا وهيضربوا فوق المنصه ومش هيتم الانتخابات، وقعدوا يخبطوا، ساعتها كسر الصندوق بتاع الاقتراع. و هنا بدأت المشكله الحقيقيه من هنا، وحدنا حوالي 4 ساعات في مشاكل زي كده. وفي نفس الوقت الاخوان او طلاب المنتمين لجماعه الاخوان اعترضوا برضه، يعني عندهم نفس المشكله. هم اللي كسروا الصندوق. لا يعني انتوا عندكم اعتراضات وهم عندهم اعتراضات، يعني بالزبط. يعني مش فقط هي المشكله عندكم، هي المشكله ايضا على جانبين. طب اعود معاكم للمساله دي، لاني يعني محتاج افهم انتوا ليه الانتخابات مثل هذه كمان تاثيرها ايه عشان خاطر تعطل او لا؟ يعني هي لما يحصل ان احنا نعمل هذا، ده هيفيد الحركه الطلابيه في مصر، هيفيد الحركه الثوريه في مصر، هيفرق مع طلاب مصر في ايه، ولا مجرد هي اجراءات شكليه؟ لان ممكن انتخابات اتحاد طلاب يبقى عندي رئيس وعندي نائب وعندي لجان وبعدين الموضوع شكلي وللسنه الجايه وهكذا ويدار. لكن خلونا بس نروح حاجه، لان انتم عارفين في احداث كثيرة في مصر اليوم. لدينا عدد من التظاهرات المنددة بالفتنة الطائفية في مصر، المنددة بأحداث كاتدرائية العباسية، والمنددة أيضا بأحداث الخصوص. الشيخ مظهر شاهين أو الدكتور مظهر شاهين، كانت وزارة الأوقاف قد قررت إيقافه عن العمل. النهاردة مظهر شاهين ذهب إلى مسجد عمر مكرم واعتلى المنبر كما يفعل في كل جمعة، وألقى خطبة الجمعة، ثم خرج في تظاهرة
التي أتحدث عنها مشاهدينا الكرام الاعتراض على الفتنة الطائفية وللتنديد بما يحدث في مصر في الأسابيع والأيام الأخيرة. هذه التظاهرة كانت عند كنيسة قصر الدبارة التي دخلها دكتور مظهر شاهين، ألقى كلمة فيها اليوم، وكذلك القس موريس قس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة كان موجودا وألقى كلمة. نذهب الآن لنتابع هذه الكلمات مشاهدين الكرام، ثم أعود مرة أخرى للحديث عن اتحاد طلاب جامعات مصر. إليكم الحديث موصول دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. جئنا اليوم لنؤكد أن العلاقة التي بيننا تمتد إلى أكثر من 1300 عام. شايفيني كده؟ الطول نعمة برضو. الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف في الغربية ومن الإخوة المتضامنين معنا في كل مكان ومعكم أيضا، والحقيقة هو مش محتاج كرسي. جئنا اليوم لنؤكد جئنا اليوم لنؤكد أن العلاقة التي امتدت إلى أكثر من 1300 عام لا يستطيع أحد كائن من كان أن يزحزح هذه العلاقة أو أن يؤثر على هذه العلاقة. جئنا اليوم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما نشهد أن عيسى رسول الله. جئنا اليوم لنؤكد أن الشجرة التي زرعها الأحفاد منذ أكثر من 1000 عام لا زلنا نأكل جميعا من ثمارها، وواجب علينا أن نزرع معا شجرة الأمل وشجرة الحب وشجرة التسامح، ليأكل أبناؤنا وأحفادنا من ثمارها آلاف الأعوام القادمة. إن من يريدون حرق أشجار الحب ومن يريدون حرق أشجار الوفاء والتسامح لن يستطيعوا أبدا أن يحرقوا هذه الأشجار، لأنها مروية بدماء شهدائنا في 1973 وبدماء شهدائنا في ثورة 25 يناير. إن الشجرة العظيمة التي تضرب بجذورها في هذا الوطن إلى أكثر من 1300 عام باقية إن شاء الله تعالى آلاف الأعوام، ولن يستطيع أحد عمره أقل من 100 عام أن يقلع شجرة جذورها تمتد إلى 1300 عام. إننا إذ نأتي إلى هنا ومعنا هؤلاء الأفاضل إنما نؤكد على أمر مهم، نؤكد على أن مصر الحبيبة التي رويت بدماء شهدائها والتي استطاعت أن تحتضن هذا الشعب العظيم كل هذه المدة، لن يقدر أحد أبدا على أن يغير هويتها أو يغير تركيبتها مهما كان قدره ومهما كان حجمه. إن مجيئنا اليوم هو جزء من عقيدتنا، لأن الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فواجب علي إذن كمسلم أن أنحني استجابة وتلبية لكلام ربي سبحانه وتعالى. وإذا كانوا يقولون في الحياة العادية أن القانون إذا اصطدم بأي مادة دستورية يصبح باطلا،
فإنني أقول أن أي قرار من أي جماعة أو من أي فئة حينما يصطدم بنصوص دستوري وهو القرآن الكريم فهو عندي أيضا باطل، ولا يسعني إلا أن أضرب به عرض الحائط. لأنني هنا بين أمرين، بين أن أستجيب لنداء ربي الذي قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وبين أن أستجيب لنداء بشر أراد أن يفرقنا وأراد أن يفرق كلمتنا. وها أنا كمسلم أعلن استجابتي لكلام ربي وعدم التفاتي لكلام أي شخص يتعارض مع كلام رب العالمين. أيها الإخوة، إن ما بيننا كبير وعظيم، إن بيننا دماء وطعام، والشجرة التي أنبتت الخوخ أو التفاح لم تبالي بمن سيأكل من هذا الثمار، ولربما بل ومن المؤكد أن ثمرة شجرة واحدة من الممكن أن يكون قد طعم منها المسلم وطعم منها غير المسلم من إخواننا المسيحيين. إن شجرة إن شجرة خلقها الله عز وجل لم تفرق بين من يأكل من ثمارها، فكيف بعاقل يريد أن يفرق بين من يأكل من ثمرات هذا الوطن؟ إن هذا الوطن غالي علينا جميعا، وحينما نقف هنا لنؤكد أننا صفا واحدا فإنما نؤكد على وحدة هذا الوطن وعلى ألفة هذا الوطن وعلى رفضنا لزعزعة أو استقرار هذا الوطن. إنني جئتكم اليوم ومعي هؤلاء الأفاضل: الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، فلنحييه جميعا، والدكتور جمال زهران الثائر العظيم، والمهندس حمد الفخراني، وكل الإخوة. أنا مش عاوز أنسى حد، الإخوة كثير، مش عاوز أنسى حد حقيقة، سامحوني إذا نسيت أسماء أو ما قلتش كل الأسماء، العدد كبير جدا. إنني جئت اليوم وهؤلاء الأفاضل بمبادرة شخصية، ونحن لا نمثل أي وزارة أو أي حزب أو أي جماعة، وإنما نمثل أنفسنا فقط، ونمثل الغالبية الكاسحة لأبناء هذا الوطن الذين يقدرون حبكم وانتماءكم لمصر العظيم. وفي النهاية أقول: دامت مصر بكم ودامت مصر لكم، ودمنا جميعا إخوة من أجل هذا الوطن. والكلمة للأستاذ فضيلة الشيخ وكيل الوزارة صبري عبادة. تفضل. أحبائي، كخادم من هذه الكنيسة أشكر فضيلة الشيخ مظهر شاهين الذي ربطتنا به وبجامع عمر مكرم كل معاني الأخوة والمحبة والوحدة الوطنية التي ليست هي شعارات بل هو واقع عملي. ونجدد العهد ككنيسة أننا سنكون دائما كنيسة مصلية لأجل شعب مصر، وسنكون دائما كنيسة مفتوحة الأبواب لخدمة شعب مصر. هذا المكان الذي نحن واقفين فيه كان في يوم من الأيام من أيام الثورة مستشفى ميداني، وسيظل مستشفى ميداني لكل جروح المصريين.
وهذه المبادرة الشخصية التي قادها الشيخ مظهر شاهين تلاقى بكل الحب والترحاب من كنيستنا، لكن أرجو أن ندرك أننا هنا لا نتخذ أي مواقف سياسية ولا نميل لجهة ضد أخرى، لكن سيظل شعارنا مرفوع: مسلم ومسيحي يد واحدة. وأشكر جميع حضراتكم الذين أتوا إلى هذا التجمع، وأرجو أن تظلوا مقبلين دائما. لكن الآن نفتفي بهذا القدر لأن عندنا اجتماعات صلاة وطقوس صلاة سوف تبدأ في 1:30، ونشكر تجمعكم والرب مع جميعكم. الحقيقة مشاهدي الكرام، مشهد يستحق الكثير من الانتباه والالتفات إليه ومن العناية بتفاصيله، مشهد يستحق الكثير من الفخر بمصر. هذه ربما صورة لمصر الحقيقية، التلاحم بين المسلمين والأقباط، وليس فقط الحديث حديث حناجر، بل كذلك هو حديث قلوب. وأعتقد أن حضراتكم استطعتم أن تلمسوا ما أقوله في تفاصيل هذا المشهد وفي كلمات الذين تحدثوا، إذا كان مظهر شاهين أو القس فوزي خليل قس كنيسة قصر الدبارة، أو الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الذي الحقيقة نستطيع أن نتلمس من كلمته هذا التلاحم وهذا الدعم. عدد من الشخصيات العامة التي حضرت هذا المشهد وكانت موجودة، ربما لم يرد الخوض في الأسماء لعدم نسيان اسم دون آخر، وأشار إلى العدد الكبير من هذه الشخصيات التي تحضر هذا المشهد. مشهد الحقيقة بالفعل أتمنى أن ينتقل إلى كثير من أماكن مصر، تأكيدا على حقيقة النسيج الوطني الذي نقول إنه ليس فقط كلمات. دائما نتحدث، ربما أحيانا يفقد الشارع إحساسه بحقيقة وصدق هذه الكلمات، ويقول البعض عنها إنها كلمات حنجرية، لكن الحقيقة هي ما نعيشها وما هو موجود في المنازل المصرية وفي المجتمعات المصرية. لا أتحدث حديثا عاما لحضراتكم، بل حديث أعتقد أن كل المصريين يستطيعوا أن يعيشوه وأن يتلمسوه، بعيدا عن الكلمات الكبيرة. يعني دعم الوحدة الوطنية، نبذ الفرقة، نبذ الفتنة الطائفية، اعتراض على الأحداث الماضية، كل هذه معاني لا أعتقد أنها تبعد عن واقع حياتنا في كثير. أنوه كذلك إلى أن هناك مظاهرة دعا إليها بعض من جبهة الأزهر، جبهة أزهريون مع الدولة المدنية، سوف تنطلق من ميدان التحرير في الساعة 4، ربما بالفعل بدأت في الانطلاق، تذهب إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم تنطلق بعد ذلك إلى قصر الاتحادية. أعتقد أن هناك ساعات عدة تفصلنا عن هذه الأحداث حتى وصول هذه المسيرة وربما غيرها من المسيرات إلى قصر الاتحادية هناك. إذن المشهد السياسي في مصر يؤكد اليوم على دعم الوحدة الوطنية، يؤكد على أن مصر لا خوف عليها طالما الجميع يحبها وطالما الجميع يلتحم في إطار واحد. أتمنى أن نستطيع أن نستشعر جميعا بمعنى هذه الكلمات، لا فقط بهذه الكلمات إذا كانت تقال على الشاشات أو تقال في المحافل، لا، إنها تعبير حقيقي عن مشاعر في صدور المصريين. أعود مرة أخرى إلى الاستوديو
ومعي هشام أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ومعي أيضا محمد مصطفى بدران رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها. الحديث كان عن المشاكل لما وصلنا هنعمل انتخابات اتحاد طلاب مصر. كان في معترضون من حضراتكم انتوا التيار المستقل، وكان في اعتراض من الاخوان المسلمين ايضا. يبدو ان الجميع غير راضي وكل ليه وجهة نظر، لكن الجميع غير راضي عن المشهد. هذه الانتخابات تأجلت ولم تحدث، مظبوط؟ بالظبط. طيب محمد، انا يمكن عرفت من هشام تفاصيل المشهد، المشاكل الاربعه اللي هو حكى عنها، وصولا الى تكسير الصناديق ومرورا بفكره انه ما فيش اعلام. انت شفت المشهد ازاي من وجهة نظرك؟ انت كنت حاضر طبعا. أنا كنت حاضر طبعا. هو المشهد احنا كمجموعه من الطلاب ممثلين طلاب مصر للاسف كان في بينا يعني، او كان في من جانب اخر انتماء حزبي كان واضح جدا داخل الانتخابات، وارتباط بيه شديد. احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا ننحي كل انتماءاتنا الحزبيه خارج، ونبدا كمجموعه من الطلاب نتفق على آلية واحده تكون نزيهه وشفافيه وفيها احترام للقانون واللائحه الطلابيه للموضوع. ولكن اختلفنا، مصرين ما زلنا مختلفين على تطبيق اللائحه وتطبيق البند اللي هو 50% زائد واحد أم الأعلى أصواتا. كان في اقتراح من الجانب الآخر المعترض إن احنا نلجأ إلى مستشار الوزير القانوني، واللي هو قال إن 50% زائد واحد، وقرر ذلك وأعلنه رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، فحصل رفض منهم. هو إيه البديل ل 50% زائد واحد؟ أعلى الأصوات. الأكثرية يعني مثلا 3 أعلى صوت فيهم هو اللي يكون يكسب، مش شرط يعدي 50%. طب ما هو اذا ما حدش حققها، ما انت بتاخد اعلى صوتين وتعيد بينهم، مش كده؟ احنا ده اللي عايزينها. هم راضيين، قال لك لا يعني اعلى صوت، يعني ترشح 3 للمنصب، اعلاهم هو اللي يكسب. مش شرط يعني طالما مش اعلى واحد ما جابش 50%، مش شرط نعيد على اعلى 2، لا احنا ممكن ناخد اعلى واحد هو الاكثريه. ده كان يعني اللائحه اللي لم تنص عليها اذا كانت اكثريه ولا 50% زائد واحد، ساعتها مفتوحه. بس في انتخابات اتحاد كليه، رئيس اتحاد الكليه نصت عليها صراحه انه ينجح لازم 50% زائد واحد، ولو ما جابهاش يبقى الاعاده بين اعلى صوتين. وبالتالي واحد فيهم هيحقق اكثر من 50% بين اثنين، يعني ده طبيعي. كان من الجانب الاخر اقترحوا ان راي اللجنه كان 50 زائد واحد، اللجنه كانت مشرفه على الانتخابات اليوم ده 50 زائد واحد. تم اعتراض راي اللجنه، وهم يعني قرر يعني او اقترحوا ان نرجع مستشار الوزير المستشار القانوني اللي نرجع اللائحه الطلابيه، وكان قرروا برضه 50 زائد واحد، فتم رفض القرار ايضا. ثم توصلوا نهايه قالوا ان نرجع لنص قراني وامرهم شورى بينهم، اذا فنلجا الى التصويت. فطلع التصويت برضو 50 زائد واحد، فتم الاعتراض على التصويت والاعتراض على الصندوق وكسره والاعتراض على لجنه الاشراف على الانتخابات. فده اعتراضنا الوحيد. حتى لو احنا مختلفين احنا ممكن نتفق فيما بيننا، بس طريقه الاعتراض وتكسير الصناديق والاعتراض على القانون هي دي ازمه. احنا يعني هي دي الموقفانا، ومش عايزين نتفق مع حد الا ان يعود القانون ونتم التعامل عن طريق القانون وعن طريق اللائحه الطلابيه للموضوع. بعد اذنك كنت عايز ارجع للمشهد ده. اتفضل. لاحداث الكنيسه واربطه باتحاد الطلاب. ما مورس على طلاب مصر اللي هم زهرة شباب مصر طوال النظام قبل الثوره، كان في انواع من الكبت والقهر وكبح الجماح يعني وابعاد الطلاب المصريين ما كانش على الطلاب بس، الحقيقه كان على المشهد السياسي في مصر كلها. يعني الكل كان مهمش، والكل كان مضغوط، والكل كان بيحارب عشان يرفع السقف شويه. تمام. على الطلاب كان بصفه اكبر ان هم ما عندهمش القدره زي اللي خارج الجامعه، لسه طلاب ولسه في حاله تكوين وفي حاله تشكيل فكري. فللاسف بعد الثوره فعلا احنا عانينا من ده، يعني احنا عندنا نقص في الخبرات، نقص في الفكر، يعني قيم المواطنه. احنا كجموع الطلاب وانا اولهم يعني دايما اتعلمنا ان المواطنه دي صوره يعانق فيها الامام الاكبر قداسه البابا، وتهاني في الاعياد، وتهاني في وحضور الصلوات، لكن ما عندناش قيمه المواطنه، ما عندناش ان الدين الوطني للجميع، ان احنا نحترم بعضنا البعض، ان الدين مش داخل في الدوله، ان الدوله هي ليها توجهها السياسي وتوجهها الفكري، ملوش علاقه اطلاقا بالدين. فاتحاد الطلاب بيحاول حاليا بعد الثوره بقدر الامكان ان هو يفتح الباب لطلاب مصر ان يعرفوا قيم المواطنه، ويشوف كل الاتجاهات السياسيه، ويبداوا يقرروا ويكونوا معبرين عن اختيار ارائهم وتوجهاتهم السياسيه والفكريه. طيب هذه هي تفصيلات المشهد واعتراضاتكم سواء على اللائحه او على بعض مما حدث يومها. لكن دعوني أتحدث أيضا وأعود مرة أخرى دائما إلى فكرة الشرعية. أنتم موجودين داخل الجامعة كطلاب، في النهاية يمكن في فكرة متاخدة أنه هناك دعم خارجي. يعني أنت لما قلت لي أنه الشباب أو طلاب الجامعة
مشكلتهم اكبر من الناس اللي بره، لان ما لهمش حد يدعمهم، ما عندهمش امكانيات. لكن هناك ايضا من يدعم من الخارج داخل الانشطه الطلابيه، وبالتالي فكرة الممارسة السياسية هل هي مدعومة من الخارج أم الممارسة السياسية هي من الطلاب؟ أنتوا قلتوا لي أنكم مستقلين ولستم أعضاء في أي حزب أو أي انتماء سياسي، لكن في غيركم لهم انتماءات سياسية، وفي غيركم ربما يكونوا مدعومين من أحزاب أو من حركات. حتى جماعة الإخوان المسلمين كانت طول الوقت بتدعم الطلاب الإخوان اللي موجودين داخل الاتحادات الطلابية، وده بالمناسبة ده طبيعي. لكن عندما يخرج وزير التعليم ليتحدث ويقول أنه لابد وزير التعليم العالي طبعا الحزب مرفوض داخل الجامعه، انه الانتماءات الحزبيه مرفوضه داخل الجامعه. قال هقرا لحضراتكم الحقيقه يعني ما قاله وزير التعليم العالي. قال ان النشاط الحزبي داخل الجامعات المصريه يولد مشاجرات وعنفا، لذلك منعه المجلس الاعلى للجامعات. وقال الدكتور مصطفى سعد انه لم يتم منع النشاط السياسي، مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، انه لم يتم منع النشاط السياسي داخل الجامعه، لكن تم منع النشاط الحزبي، والذي يتسبب في تفتيت نشاط الطلاب اكثر من اضافه وعي وادراك لهم. ووضح انه من الطبيعي ان يبدا الشباب في ممارسه السياسه داخل اسوار الجامعات، وهو امر متوقع بعد قيام ثوره يناير. ده كلام ظاهره، الحقيقه يبدو ما فيهوش مشكله. انت اكدت اكثر من مره ان احنا بننبذ فكره الانتماء. انا بكلم محمد في رئيس اتحاد طلاب بنها الحزبي، ترفض الانتماءات الحزبيه داخل الجامعه، بنقلع الرداء او العباءه الحزبيه داخل اسوار الجامعه. ولو ان ده الحقيقه الفصل يبدو امر مختلف. لكن انتوا شايفين التصريحات دي ازاي؟ هل لو واحد منتمي للحزب لا يحق له مثلا الترشح داخل الجامعه؟ اسال هشام، اتفضل يا فندم. تمام. هو القرار دوت احنا كنا مؤيدين ليه، هو طلع من مجلس اعلى الجامعات وصدق عليه وزير التعليم العالي ان هو منع عمل الحزب داخل الجامعه. ده مش شرط بس معناه ان الناس اللي ما ينفعش حد داخل ينتمي الحزب ان هو يرشح نفسه، لا ده ما ينفعش اصلا ان انا امارس اي اعمال حزبيه جوه الجامعه. ما ينفعش ان انا اعلق يفط تدعيما لحزب ما ينفعش ان انا يجي لي اموال من خارج الجامعه تدعم لي الحزب، ان كده لو فتحنا عمل الحزب داخل الجامعه تبقى عمليه صراعات سياسيه جوه الجامعه. حزاب كلها مع بعضيها، والعدد اكتر واللي معاه فلوس اكتر هو اللي هيسود الجامعه، فما ينفعش نعمل الحزب داخل الجامعه. احنا مع القرار، بس كان تعليقنا كله على توقيت القرار. ليه طلع في التوقيت اللي هو يعني ما انتهاء الانتخابات خلاص؟ يعني هل كان عندك علم ان خلاص الاخوان المسلمين هيسقطوا في جامعات كتير فطلعت القرار دوت؟ احنا يعني شايفين ان هو ايه، زي حق يراد به باطل. دي من وجهه نظرنا احنا ان القرار فعلا صح، بس طلع في توقيت مش صح. اشمعنى التوقيت ده طلع فيه؟ ما انت ماسك الوزاره بقالك كتير، اشمعنى قررت دلوقتي القرار دوت؟ يعني ليه حصل القرار مع سقوط الاخوان جماعه الاخوان المسلمين؟ طيب بغض النظر عن فكره التسبيب اللي هي طبعا بتكون مهمه جدا لما نيجي نقرا الامور، انا مش ضد فكره التسبيب، لكن تعال نتكلم في صلب الموضوع. تمام. هل القرار نفسه في مشكله حقيقيه؟ القرار صح جدا، يعني القرار احنا معاه جدا. القرار ما ينفعش ان الجامعه تكون صراعات سياسيه جوه الجامعه، ما ينفعش ان تنقسم الاحزاب. فعلا زي ما القرار قال ان هو هيفتت العمل، هيفتت طلاب الجامعه وهيخليهم يعني مش يعني فكره الاحزاب نفسها ان هي بتقسم مش بتجمع الاحزاب كلها بس. فبالتالي فكره العمل حزب داخل الجامعه دي حاجه مرفوضه واحنا رافضينها تماما. طيب لكن قراءه بشكل اخر، وسؤال لك يا محمد، ألا تعتقد أنه منع ذلك يمكن أن احنا أجي أقول أن فلان موجود في حزب وبالتالي إذا أنا لا أقبله وبالتالي أطعن على الانتخابات، أو بالتالي أقول أنه أشوه صورة اتحاد الطلاب طالما في انتماءات حزبية؟ يعني هل أصبح شرط من الشروط؟ ما هو ده برضه بيضيق العمل، يعني رغم ان القرار بتتفقوا معه لكن يضيق العمل على اتحاد الطلاب في الجامعه ولا ايه؟ لا اطلاقا. الطالب بيترشح حزبي، بيترشح على اساس ان هو طالب منتمي لهذه الفرقه عايز. انا فاهم، انا فاهم ده كويس. يعني ما بعلنش ان انا داخل بمرشح لا مش بتكلم على الناحيه دي، بتكلم على فكره انتمائك بره. يعني انت بتقول لي انا مستقل وانا بقول بره لا على فكره اجي انا اشتكي بقى اقول لا ده محمد بينتمي للحزب الفلاني وده ورق انتماء والراجل ده مدعوم من الحزب وبيخبي علينا. اللائحه الطلابيه لا تنص اطلاقا على ان الطالب المنتمي للحزب يكون بره الانتخابات. ايوه، لا تصريحات الوزير ماذا تعني؟ بتقرؤوها ازاي؟ طب تعني اولا نتائج هذه التصريحات هتبقى ايه؟ اولا خلع الرداء الحزبي لطلاب الاتحاد ده واجب، ده مؤكد تماما، لان طلاب الاتحاد يمثلون جموع طلاب الجامعه او الكليه ايا كان، فبيمثل جميع التوجهات السياسيه، فهو واجب عليه انه يخلع الرداء الحزبي. ده رقم واحد. رقم اثنين، ما هو يخلع، فاهمني، يخلع يعني هو ما يعني ما يقولش انه في حزب، مش كده؟ يعني مثلا انا حزب ليبرالي ما يجيش طلاب الاخوان انا جاي مش موافق على نشاطهم او عطلوا او ما ادهمش دعم مالي عشان يتعطلوا عشان ما ينتشروش. وانا امسكها عليك ازاي؟ يعني انا اعرف الممارسه دي
ما انت ممكن يكون تقول لي يعني مفيش اسبابك حاجه ثانيه بالظبط، يعني فكره خلع الرداء يعني دي مساله اخلاقيه، انا بتكلم على مساله تنظيميه. لا مش موجود تنظيميه اطلاقا. واحنا حتى كجامعات يعني تيار مدني احنا بيننا وبين بعض اتفقنا ان لا يكون هناك اي انتماءات حزبيه بيننا وبين بعض، ولا التوجه مثلا انا حزب دستور مع الدستور، او مثلا مصر قويه لا اطلاقا، بنتعامل كتيارات مدنيه مستقله تعبر عن طلاب الجامعه والكليه. جميل. هشام كان ليك تعليق؟ حته قرار وزير هو ما خصوص بيه اتحاد الطلاب، هو بيتكلم عن العمل الحزبي من الطلاب داخل الجامعه. انا مش شرط عن الطلاب، يعني حد مثلا قال لك يعني ما ينفعش الطلاب يعملوا دعايه الحزب، يعني كان في عندنا كان ايا كان في حزب الدستور وكان في احزاب ثانيه عامله زي اكشاك ليها كده، وكانت يوفر كبيره حزب الدستور كذا، وكان بيعملوا حاجات بتفيد الطلاب وحاجات زي كده، بس ايا كان هي دي عمل حزبي داخل الجامعه، فده اتوقف الكلام ده كله من بعد القرار. كان في كذا طلب اتقدم لنا في جامعه القاهره ان شخصيات حزبيه يعني رؤساء احزاب يخشوا يعملوا نوع من تبادل الاراء السياسيه حاجات زي كده، اللي اترفض. ان طبعا القرار عمل حزبي اتوقف كل الكلام ده، ان دوت واحد ينتمي للحزب وداخلين على انتخابات مجلس الشعب، فما ينفعش حد يخش الجامعه عندنا ينتمي لحزب ما او رئيس حزب ما او شخصيه عامه بس المؤيده لفكر ما او شخصيه او توجه ما سياسي، ما ينفعش يخش الجامعه. طبعا ده ناتج من قرار مجلس اعلى الجامعات ووزير التعليم العالي بوقف العمل الحزبي داخل الجامعه. دي حاجات كلها ترتبط على القرار دوت. طبعا ما ينفعش تعمل مظاهرات تأييد لشخص ما، كل الكلام ده الحاجات الحزبيه كلها انت ليك حزبك ليك مقرك تروح تتكلم فيه زي ما انت عايز، لكن جوه الجامعه مفيش عمل حزبي هيحصل جوه الجامعه. طيب اتحاد الطلاب، اتحاد جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية وبنها وكفر الشيخ وطنطا والمنوفية والسويس وقناة السويس وبورسعيد وأسيوط وأسوان أصدروا بيانهم الثاني، سوف أتوه على حضراتكم بعد فاصل قصير، أعود إليكم مرة أخرى بعده. أهلا بكم. بيان اتحاد طلاب مصر كنت أتحدث عنه منذ قليل، الذي أصدرته اتحادات جامعة القاهرة، عين شمس، حلوان، اسكندرية، بنها، كفر الشيخ، طنطا، المنوفية، السويس وقناة السويس، بورسعيد، أسيوط وأسوان. أصدروا بينهما الثاني والهدف منه وضع أول لبنة من لبنات حياة طلابية سليمة في مصر يقودها المستقلون وممثلو التيار المدني، وذلك بعدما حدث من ممارسات خاطئة في اليوم الأول من الانتخابات الثلاثاء الموافق ل9 من إبريل الجاري، والذي فصلناه في بياننا الأول يوم الأربعاء الحديث لهم طبعا 10 من أبريل، وعرضنا فيه بعض مطالبنا، ومن ثم تمت دعوتنا من قبل مكتب وزير التعليم العالي ومستشار الوزير. طبعا ده كلام بيان اتحادات طلاب هذه الجامعات بيقول إيه اللي حصل أثناء الاجتماع، وبيتحدث عن الحركة الطلابية في مصر، خاصة ما حدث في يعني الحركة الطلابية كانت حاضرة للغاية في ثورة 19 وفي كثير من أحداث مصر، لكن يبدو أن الحركة الوطنية الآن عدم الزج بالسياسة والتعليم والأحزاب، يعني هذا هو حديث نستطيع أن نتكلم فيه. كل هذه الأمور مشاهدينا الكرام أطرحها على حضراتكم. البيان أيضا بيقول أن الطلاب قاموا بوضع لائحة طلابية جديدة، وأشار إلى قيام وزارة التعليم العالي بدعوة رؤساء ونواب اتحاد الجامعات والمعاهد العليا المنتخبين لإجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر. وقبل بدء العملية الانتخابية فوجئ الطلاب بمستشاري وزارة التعليم العالي المشرفين على العملية الانتخابية يعلنون للحضور أنه سيتم إجراء الانتخابات بنظام 50% زائد 1، وهو ما يعد مخالفة صريحة. ده اللي احنا قلناه. الحقيقة البيان طويل جدا، أنا يعني لا يتسع المقام أن أعرضه، لكن دعوني أتحدث إليكم عن البيان، أسمع آرائكم فيه. أنتم شاركتم في وضع هذا البيان، أهم ما هدفتم إليه من خلال بيانين. تمام. اتفضل. البيان عندنا احنا كان في حاجات طلعنا بيان الأول، طلعنا في بعض الحاجات لقينا ان احنا رحنا الوزاره بعديها عشان نودي البيان بتاعنا وودي مذكره للوزاره المطالب بتاعتنا. لقينا ان مستشار الوزير كان قاعد مستنينا هناك، رحنا واجتمعنا معاه وكان طلعنا بعض القرارات احنا راضيين عن اغلبها. كان وافق على دخول الاعلام في الانتخابات ودخول منظمات المجتمع المدني، منظمات حقوق الانسان لو عايز تيجي تحضر، بس كله يبقى معاه تصريح من الوزاره وافق على كل الكلام دوت. طلبنا بتشكيل لجنه
يكون فيها عميد كليه حقوق غير العميد اللي كان موجود في اللجنه الاولى. طلبنا ان يكون فيها مستشار. ليه؟ ايه اللي ليه؟ اعتراضكم ليه على العميد؟ اعترضنا على اللجنه كلها، احنا طلبنا تغيير اللجنه كامله، بس فلما نغير اللجنه كلها حطينا بعض القواعد اللي تيجي عليها اللجنه الجديده. فرضنا بعض الاماكن، قلنا عايزين عميد لكليه حقوق بحيث لو في اي خلاف في ماده في القانون يكون هو موجود، هو ممثل عن القانون بالظبط. فسيبناها للوزاره يعني. واسال محمد عشان يعني عفوا اريد فقط توزيع الادوار يعني. محمد، انتم البيان برضو اضافه للي قاله هشام كان عندكم ايه من اهتمامات في اصدار هذا البيان؟ كان من اهم نقاط الجامعات الخاصه. اللائحه تقول ان هناك 22 جامعه في 2 ممثلين ليها رئيس ونائب، 44 ممثل عضو اتحاد طلاب مصر، وهناك مقعدين للجامعات الخاصه، مقعدين لجامعات الازهر، ومقعدين للمعهد العليا. فوجئنا بتمثيل جميع الشرائح عدا الجامعات الخاصه. الجامعات الخاصه دلوقتي بتمر بازمات ومشاكل. دي لاول مره الجامعات الخاصه بيكون عندها اتحاد طلاب اساسا، ما كانش عندها قبل كده حاجه اسمها اتحادات طلابيه، او كان حتى لو كان في ما كانش تمثل في اتحاد طلاب مصر. ففوجئنا جميعا ان احنا قاعدين كممثلين الجامعات الحكوميه والمعهد العليا والازهر ما عدا الجامعات الخاصه. فتسالنا عن السبب، فقيل لنا ان هم مش موجودين، لان اعترضوا، ما كانش في سبب واضح، وما كانش في حتى سند قانوني يثبت انهم ما جوش. فاحنا ده في اعتراض كامل مننا كتيار مدني ان ما يكونش جامعات خاصه موجوده، لانهم طلاب مصريون ضمن الحركه الطلابيه، ليهم مشاكل وليهم ازمات لابد ان يعبروا عنهم، لابد ان يكون لهم صوت في اتحاد طلاب مصر حتى يتم تمثيلهم. طيب انا بس اريد ان انوه مشاهدينا الكرام عن ان ما نشاهده على الشاشه طبعا الحديث عن الجامعات الطلابيه، لكن الشاشه الموقف الحالي الان في مصر. المسيره التي انطلقت من ميدان التحرير وكان من المقرر أن تذهب إلى الكاتدرائية بالعباسية ثم إلى قصر الاتحادية، يبدو أنها توجهت رأسا إلى قصر الاتحادية. هي الآن موجودة في سراي القبة كما تشاهدون على الهواء مباشرة. هذه المسيرة تتجه إلى قصر الاتحادية رأسا دون المرور بتفصيلات كثيرة. إذن سوف نتابع اليوم أو الليلة بالمعنى الأصح مشهدا آخر من أمام قصر الاتحادية لهذه المسيرة، المتظاهرون في طريقهم إلى قصر رئاسة الجمهورية، وسوف نتابع مع حضراتكم على الهواء كما نفعل الآن لحظة بلحظة حتى وصولهم هناك. وبعد وصولهم يبدو أننا سوف نشهد ليلة طويلة في هذه الأحداث وسهرة أخرى مع قصر الاتحادية. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو ونتحدث عن اتحاد طلاب الجامعات المصرية. محمد، كنت بتتكلم، معلش أنا قطعتك عشان نتابع بس المشهد على الهواء، اتفضل. بتكلم عن ضروره تمثيل الجامعات الخاصه داخل اتحاد طلاب مصر. هم طلاب مصريون لازم يمثلوا في اتحاد طلاب مصر، يكون لهم كلمه تعبر عن مشاكلهم وهمومهم وازماتهم، ما ينفعش تغفلهم اطلاقا تماما، خصوصا ان في بعض الشرائح الممثله زيهم موجوده زي المعهد العليا وزي جامعه الازهر. أكيد، لأن هم طلاب في مصر وأنتم طلاب في مصر، أيا ما تكون انتماءاتهم خاصة أو مش خاصة، بس في النهاية هذه يعني هم كلهم ضمن المجتمع الطلابي المصري واتحاد طلاب الجامعات. أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة، إنه في دراسة بقسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة أكدت إن أزمات التعليم العالي تسبب في تردي مستوى التعليم في الجامعات وخروجها من التصنيفات العالمية. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأزمات هو عدم الاهتمام بدور البحث العلمي وغياب السياسة الخاصة به وضعف الميزانيات المخصصة له، إضافة إلى تكبيل الجامعات والمراكز البحثية بالتدخلات الأمنية في الأنشطة الطلابية والبحثية والتعيين بالجامعات وتأثيرها على تقدم المستوى العلمي والحريات الأكاديمية. هل تعتقد، سؤال ليك يا هشام، هل تعتقد أن لا تزال هناك تدخلات أمنية، خاصة أنه ما بقاش في أمن دولة خلاص، وخاصة أنه حتى حرس الجامعة أصبح حرس غير تابع لوزارة الداخلية؟ تمام. لا، في تدخلات امنيه مش شرط تكون في جامعه القاهره، هي موجوده في جامعات ثانيه. في حصل في عين شمس برضو حادثه ان كان في اعتقال لاحد الطلاب هناك من قيمه اسبوعين حاجه زي كده. فلا، في حته تدخلات امنيه هي موجوده في بعض الجامعات. حته برضو ان بقينا نتكلم عليها، حته ان في من سوء تدني التعليم في مصر، التعليم المفتوح، هي من وجهه نظري برضو هو عمل مشاكل كتير، على قد هو ما عالجش حاجات، لانه بيدخل طلاب من الثانويه العامه المفروض كانوا يخشوا الجامعه دخلوهم تعليم مفتوح، لانهم قفلوا ساعتها حته الانتساب في الجامعه. فدي برضو من حته المشاكل اللي واجهتنا. طيب
محمد، هل فكرة تعيين البعض، يعني التدخلات في التعيين، هل هذا هو ما يسمى بأخونة الجامعات؟ هل لمست وأنت في جامعة بنها جامعة نستطيع أن نقول إنها جامعة وسطية ما بين جامعات الحضر وجامعات الأقاليم، يعني أنت لكم وضعية مشتركة الحقيقة. هل شاهدتم فكرة الأخوانة في المناصب داخل الجامعة، سواء بتعيين الأساتذة أو بتعيين بعض من العاملين حتى في الشؤون الإدارية والمالية أو غيرها؟ هل في حركة زي كده للأخوانة؟ لا اطلاقا، ودليل على كده ان القانون الجديد للانتخابات العمداء او رؤساء الجامعات او العمداء او الوكلاء او حتى رؤساء الاقسام هو قانون الانتخابات. فاللي هيفوز بهذا المنصب الرفيع، منصب عضو التدريس في جهه اداريه، فهو استاذ منتخب من جموع الاساتذه، فده ما يديش اي مجال للاخوانه او غير اخوانه انه بانتخاب. الاخوانه دي عباره عن ايه في الجامعات المصريه؟ الاخوانه ممكن يكون عن طريق الطلاب، ان ادعم بعض الطلاب سواء دعم مادي او دعم بحاجات ماديه او مثلا برامج او رحلات، ايا كان دعم طلابي بحيث ان هو يسيطر على اكبر شريحه ممكنه يكون لهم انتماء ليه، يتسمى بالدعم او باي تيار سياسي، مش شرط. بس تحديدا مش دي فكره الاخوانه، أو إنه فكره الاخوانه بتعتمد على المناصب اكثر، على تقويه المناصب وليس فقط عن التبعيه السياسيه او غيرها يعني. او انه يطلع احد المناصب الكبيره في الجامعه يكون اخوان، فيبدا يعين في اماكن حساسه الناس ينتموا اليه في الاتجاه السياسي، فيسمى بالاخوان انه بيكون في مركز اتخاذ القرار ليه انتماء سياسي خارجي، فيبدا يوجه القرار. يعني هناك مثل لكن لم يتسنى لي ان اتاكد منه، لكن هي يعني معلومه وصلتني، ما عنديش فكره، ودي لاحد فروع جامعه القاهره، بان هناك إعادة تعيينات لبعض الناس اللي كانوا جايبين جيد جدا وليس اللي حاصلين على أوائل الدفعة في إحدى الفروع، ومعظمهم ينتمي إلى بشكل أو بآخر إلى التيار الإخواني. أنا لم يتسنى لي التأكد من هذه المعلومة، يعني هذا للأمانة. يعني يبدو أن هذا يحدث. هل هناك ما تشاهده ورؤى لديك يا هشام في جامعة القاهرة على ذلك؟ حته التعيينات ديت كان اوائل اللي مش جايبين جيد جدا او حاجه وتعينوا، دي ما عنديش اي معلومات صراحه فيها اذا كان حصل ولا لا، بكلمك عموما عن فكره الاخوانه اذا كانت موجوده. لا فكره الاخوانه هي فكره ان سيطره فصيل معين على مؤسسه ما اخليها تابعه للنظام الحاكم، سواء كان في توجهاته السياسيه في ارائه السياسيه، واخليها تمشي مع النظام الحالي للدوله. طبعا النظام الحالي من خلال الشخوص اللي بينفذوا ده، يعني التبعيه هتبقى ازاي؟ بالظبط. طبعا مسكها حد من تبع الاخوان المسلمين، فهو هيخلي المؤسسه كلها يعني تنحرف في اتجاه يعني النظام الحاكم. انت ليك شواهد على كده حاجه حصلت في جامعه القاهره كده؟ لا، انا ما عنديش معلومات بحاجه زي كده. لا، مش اللي انا بقوله ده، عموما يعني اللي انت بتشرحه. لا، جامعه القاهره لا، ما فيهاش اخوان خالص. ما عندكوش اخوان؟ لا. والاخوان خسروا في الانتخابات بتاعت الجامعات اللي فاتت، يعني خسروا مش معناها خساره، لكن نسبه التمثيل التي كانوا يمثلون بها قبل كده كانت قال لك هي تنافسيه هي ما يقدروش ان هم ياخدوا مننا المنصب اللي احنا فيه دوت. يمكن الجامعه وضعها مختلف، ان الجامعه فيها كتير من التدريس، فيها انفتاح فكري، فيها قيم اكاديميه وعلميه، فيها طلاب متفتحه في كل الاتجاهات السياسيه، ففكره مستوى ثقافي مختلف. فكره الاخوان هتبقى صعبه لان هم ناس على تعليم عالي وليهم فكر وليهم رؤيه وليهم. طيب، اعود لحضراتكم مره ثانيه عن فكره التعليم في مصر، لانه في النهايه سواء انتخابات او اتحاد طلاب، لكن هدفنا قبل حتى السياسه، مع ان السياسه شيء مهم، قبل حتى السياسه بنتكلم على جوده التعليم الجامعي في مصر. هل لكم من خلال المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، هل لديكم حلول؟ هل لديكم مقترحات؟ يعني ما نسيبش المساله ان انا اشوف انا اصلح التعليم ازاي وانا في منصب، اذا كنت وزير او رئيس جامعه او عميد كليه. لا، انتوا شايفين انه منظومه التعليم يمكن ان تنصلح ازاي؟ انتم هتستفيدوا اكتر ازاي؟ وارجوكم ما تكلمونيش على الاعداد المقبوله، لان ده واقع احنا يعني نبعد عن فكره ان الاعداد كتيره ونتكلم في بقيه الحلول اللي عندكم. طيب، هشام اتفضل. في جامعة القاهرة عندنا في نظام الجودة، وده مكتوب في كذا جامعة، بس جامعة القاهرة عندنا فكرة الاعتماد الدولي، ان كلية ما تكون معتمدة دوليا، فده بتخش نظام جودة وبيخصص لها بعض الفلوس ان هي تحسن من الكلية، تحسن من اوضاعها التعليمية، تحسن من اوضاعها في البنية الاساسية بتاعة الكلية نفسها، ان هي تخلي ان هي تأهل الطلاب انهم يكونوا معتمدين دوليا. في كليات داخلة في المشروع دوت. في جامعة القاهرة في 7 كليات لحد دلوقتي، والكليات الباقية هتخش المرحلة الثانية. الكليات اللي موجودة فيها كلية طب وكلية هندسة، كلية عمراني، كليتي موجودة من ضمن الجودة ديت. في كليات تانية مش فاكر اسمهم كلهم بالظبط، بس هم 7 كليات في جامعة القاهرة.
في الشهور القادمه اللي جايه ان شاء الله هنسمع ان في ممكن كليات تعتمد دوليا. طيب، لا اعتمدت من ناحيه التعليميه. انا بسأل ايضا على ما تتعاملون معه داخل الجامعه. انت عندك مشاكل كطالب، او بلاش عشان انت يمكن في كليه لها حظ اوفر، لكن بقيه الكليات الحلول عشان تطوير المنظومه التعليميه من وجهه نظرك ايه؟ هل مشكلتنا في نقص الامكانيات، ولا في طريقه الاداره، ولا انتوا لديكم حلول؟ لا لديكم خريطه؟ لا احنا في حته التعليم نفسها للطلاب، حته دي سبناها وقلنا في برنامجنا ساعتها، قلنا ان الحته دي هنسيبها على الدكاتره والطلاب بتوعنا. مجرد ان احنا عمليه تنسيق ممكن نعمل زي حوارات بين الدكاتره وبين الطلاب. لو الدكاتره في كليه ما هدفهم ان هم يحسنوا فعلا من التعليم في الكليه عندهم، فاحنا هنكون موجودين ساعتها وهنشارك وننسق في حاجه زي كده، ان هم يقدروا يجتمعوا بالطلاب بتوع الكليه بتاعتهم، او نوع معين من الطلاب، مثلا نشكل فريق معين من الطلاب انه يمثل الطلاب فعلا، ويقعدوا مع الاداره نفسها ويبداوا يحطوا ازاي يحسنوا من الكليه عندهم. في كليات كتير حصل حاجه زي كده، يعني في كليتي انا حاصل فعلا حاجه زي كده، وبنقعد مع الدكاتره في نظام الجوده عندنا، في وحده جوده ضمان جوده في الكليه عندي، وبنبدا ازاي نطرح مشاكلنا. انتوا ناس بتوع تخطيط عمراني، انتوا مدلعين. طيب، انا شكل محمد كده عنده حلول، يعني انا حسيت كده وانا بسأل عن الحلول كان عندك حاجه تقولها. عندك حلول لتطوير المنظومه التعليميه في مصر من وجهه نظر طالب ورئيس اتحاد طلاب جامعه مصريه؟ تمام. هو اتكلمنا عن جوده التعليم، لازم نرجع مباشره الى استراتيجيه الدوله. أين يقع التعليم في أولويات الدولة وأولويات الحكومة؟ كم هي النسبة المخصصة من الموازنة العامة للتعليم في مصر؟ كل دي لازم نرجع على طول لاستراتيجية الدولة. أين يقع التعليم؟ لو حددنا أين يقع التعليم في مصر هنعرف إزاي التعليم ممكن يتطور. ده رقم واحد. أنا شايف الموضوع الأهم في المنظومة التعليمية طبعا هو تطوير التعليم. شيء معقد جدا لأنه بيرتبط بأكثر من محور، كلهم محاور متشابكة ومختلفة لا أنا مش عايز نظرة استراتيجية منك. أنا لما بسألكم الحقيقة مش عايز كلمات كبيرة ولا خطط كبيرة، أنا عايز وجهة نظر طالب عنده مشكلة جوه جامعته، وأنت كلية تجارة أنت قلت لي، طالب التجارة بيصطدم بحاجات كتير، منها العدد ومنها الملازم ومنها الكتب اللي بتنزل له ومنها طريقة تعامل الأساتذة. أنا عايز أعرف اعتقادك ان هذه المشاكل من وجهه نظر طالب جوه الحقل التعليمي تتحل ازاي؟ ايه المشكله البسيطه اللي عندي احلها ازاي؟ تتحل بكلمه واحده بس، القيم. قيم العلم والعمل والعدل والاخلاص والمساواه والحريه والديمقراطيه وحق الاختلاف، اذا تبناها كل فرد من مؤسسه الجامعه ومؤسسه التعليم هتنجح منظومه التعليم بنسبه 100%. يعني مش كلامه خلاص، بس العدل مثلا لو استاذ وهو واقف بيشرح شرح بعدل، لو بيصحح للطالب بعدل، لو الموظف كان عنده اخلاص في عمله، لو العامل كان عنده اخلاص انه ينظف المدرجات وينظف الاماكن، لو الطالب كان عنده تسامح وعنده حق الاختلاف او عنده احترام لاستاذه واحترام للموظف الموجود، اذا سادة الدكتور الطبيب اللي في مستشفى الجامعه ما بيجيش مثلا او ما بيحضرش او بيتسبب في كوارث لنقص قيم بعض القيم عنده، كل ده لو اتحقق وكان موجود في كل فرد من افراد منظومه التعليم العالي او اي تعليم، حتى لو التربيه والتعليم، ستكون التعليم تطور ان شاء الله. انت شكلك ناوي تمارس السياسه، يعني سالتك عن اشياء صغيره فحدثتني في قيم كبيره. اهل السياسه بيعملوا كده، يعني الواحد يقعد يكلمهم مش بيهرب، لكن بيتكلم كلام كبير وكلام يعني حتى يمكن عشان كده السياسه بايظه، قالوا انها سياسه. لا مش بايظه ولا حاجه، بس عشان كده سموها سياسه. هي فن الممكن. انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا هنا. انت عايز تقول حاجه؟ بس عايز اوجه ثلاث نقاط سريعه. اول حاجه انا بشكر جموع الطلاب اللي انتخبونا في جامعاتنا. بجد العهد ان احنا ان شاء الله سنسعى جاهدين كلنا كرؤساء اتحادات ان احنا نوفي اوعى تعمل اعلانات وبرامج انتخابات. لا تاني، لا اطلاقا، خلاص اخر سنه بنجح بس. وان احنا نأدي برامجنا ان شاء الله ونسعى دايما ان احنا نمثلهم تمثيل مشرف. تاني حاجه اعضاء التدريس الموجودين برضو اللي بنسبه كبيره في الجامعات اللي بتحترمنا وبتقدرنا وبتفتح لنا مكاتبها، عايز مثال رئيس جامعه بنها مكتبه ومكتب اتحاد الطلبه، وكثير من الجامعات المصريه موجوده احنا بنحترمهم وبنقدرهم. ثالث حاجه مجموعه جامعات الكتله المدنيه ال 14 15 جامعه او 13 اللي معانا، انا بشكرهم شكر خاص لان هم بجد كل واحد فيهم ادى نموذج حتى للقوى المدنيه خارج اسوار الجامعه في اعلاء المصلحه العامه لينا، وما حدش فيهم طبعا في منصب، ما حدش فيهم بص على نفسه، كله قال كتيار مدني كلمتنا واحده، نمثل راي واحد، نطمع في مناصب، يهمنا مصلحه الطالب وبدأنا نتحرك. اشكرك واظل عند رايي انك عايز تمارس العمل السياسي في المستقبل ان شاء الله. انت في اخر سنه، اتمنى لك التوفيق. هشام لديك ايضا كلمه ختاميه، اتفضل. عايز اسمع منك. هي بس كان في مشكله عندنا في جامعه القاهره، ان كان في اتوبيس طلع من الجامعه عندنا راح جامعه المنصوره، كان في مظاهرات هناك تأييدا، كان في بنت اسمها جهاد خبرتها عربيه وداست حاجه كده كانوا في مظاهره ايا ما كانت يعني،
ان في بعض الطلاب عندنا حصل بعض المشاجرات هناك داخل الخطوط البلطجيه، واتقبض على طلاب من جامعه القاهره بتوعنا هم حاليا في النيابه، يعني النيابه حكمت ب4 ايام حبس احتياطي ليهم، رغم ان جامعه القاهره بعتت محامين هناك يعني وكده. كان في طلاب من جامعه كليه هندسه وطلب من المشكله انتوا ايه طلباتك لحلها؟ يعني لا بس هي الفكره بس يعني كان زياده دعم اكتر للناس ديت. يعني في 4 طلاب من جامعه القاهره محتجزين هناك في نيابه المنصوره، يعني بس مجرد تدعيم ليهم بس. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى لاتحاد طلاب مصر كلها التوفيق، واتمنى لكل طالب في مصر انه بجد يستشعر انه في وطن حر ومنظومه تعليميه يستطيع ان يتعلم منها شيء حقيقي. شرفتونا هنا في الاستوديو، وانتم نماذج مشرفه وجميله، اسعد ان انا التقي بيها سواء في الاستوديو او في اماكن اخرى. واتمنى اشوف طلاب مصر زيكم كده يا رب ان شاء الله. هشام اشرف رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره، شكرا جزيلا ليك. محمد مصطفى بدران رئيس اتحاد طلاب جامعه بنها، شكرا جزيلا ليك، شرفتونا يا جماعه. مشاهدي الكرام، هذا الحديث عن التعليم في مصر وعن طلاب مصر كان حديثا شيقا ومهما، لكن هناك المزيد من الأحداث في الشارع المصري علينا أن نتابعها وأن نتابعها باستفاضة وبزيادة خلال الساعات المقبلة. مسيرة التحرير في طريقها إلى قصر الاتحادية، هذا ما سوف نتابعه على مدى الساعات القادمة إن شاء الله. كذلك هناك موضوعات أكثر سوف نتناولها بالتحليل وبالاهتمام. أشكر حضراتكم بعد فاصل قصير، زميل آخر ومتابعة أخرى ومباشر من العاصمة، في أمان الله.